بما ان بقى الفوانيس مش بس لرمضان، وبما اني بحب شكلهم جدا، تعالوا بقى النهاردة نبدأ بفكرة حلوة ونعمل الفانوس التحفة ده. ينفع لديكور هادي في الشتاء، وينفع كمان لديكور رمضان ان شاء الله. واحلى حاجة بقى ان خامته بسيطة جدا ونتيجته شيك قوي، ومش هياخد وقت خالص. تعالوا يلا نشوف هنعمله ازاي. هنحتاج برطمان ازاز بأي مقاس وقطعتين كرتون مدورين بالشكل ده. اول قطعة هتكون اكبر شوية من قاعدة البرطمان، والتانية اصغر منها مفرغة من النص كده على قد البرطمان من فوق عشان هدخلها بالشكل ده. هثبت بقى القطعة دي في البرطمان بالشمع كده من تحت، وهيبقى ده شكله. دلوقتي جهزت شرايط كده من الفوم باللون اللي تحبوه. طولها هيكون مناسب لطول البرطمان وعرضها حوالي سنتي ونص. هقلب البرطمان كده عشان اثبتهم على الكرتونة من تحت. ثبت الأول 4 قطع اللي هيقسموا الكرتونة كده بالطول وبالعرض، وبعدين هثبت 3 قطع بين كل اتنين، وهيبقى كلهم عددهم 16 قطعة. ممكن لو حبيت لما اخلص خالص اثبت عليهم قطعة من تحت كده من الفوم او الكرتون. دلوقتي هعدل البرطمان وهبدأ اثبتهم بقى من فوق على الكرتونة وعلى البرطمان بالشكل ده. نتأكد ان الفوم متثبت كويس، وكمان هنضيق المسافة بين القطع لان القطر هنا اصغر من قطر الدايرة اللي تحت. انا خليتهم مش مشدودين قوي عشان يعملوا شكل حلو كده، وممكن تشدوها لو حبيتوا، يعني على حسب الشكل اللي يعجبكم. هثبتهم كلهم، وبعدين لو في اي زيادة كده في طول الفوم من فوق هقصها. العقد ده بقى اللي مفيش بنت ما عندهاش زيه ومش بتستخدمه. قصيت منه جزء كده عشان يكون ايد الفانوس. هفك بس من الحرفين قطعة او اتنين كده من حبات العقد عشان يكون في خيط واقدر اثبت منه على البرطمان. هثبت الخيط كده من الناحيتين وهضغط عليه كده بأي حاجة عشان اتأكد انه ثابت كويس. وبعدين هثبت قطعة فوم عريضة شوية كده بنفس اللون على البرطمان من فوق. ممكن نسيبه بالشكل ده، بس انا حبيت ازود لون اسود خفيف كده على حروف قطع الفوم. جبت الفرشة وحطيت عليها لون بسيط، وممكن نمسحها الأول على منديل عشان نخفف اللون أكتر، وبعدين بالراحة خالص كده همشي على الحروف بتاعة الفوم. هلونها كده من فوق ومن تحت وكمان على القطعة اللي فوق دي. وبس كده، بجد شكله خطير وشيك كده وتفاصيله تحفة، ومناسب قوي مع أي ديكور. ممكن تحطه بقى جواه شمعة، أو ممكن تحطه فرع ليد اللي بيكون ببطارية ده، وهيبقى شكله تحفة قوي. كمان لو حبيتوا تنفذوه بشكل مختلف ممكن يتعمل بفوم اسود او بيج، خصوصا بقى لو استخدمته مع خيط الخيش هيبقى حلو جدا وشكله تحفة. قولولي بقى رأيكم وتحبوا تعملوه بلون ايه. وعايزاكم كمان تعملوا شير للفيديو مع صحابكم، وكمان تعملوا سيف عشان تجمعوا شوية أفكار حلوة كده قبل رمضان. وكمان اكتبولي في الكومنتس ايه الخامات اللي تحبوا نعمل بيها أفكار تاني للفوانيس الفترة الجاية. هستنى رأيكم.